يا بعيد بقى، وكل سنه وانتم طيبين، وعشان كده قلنا هنخلع الجلابيه وهنروح نصيف. هنصيف فين بقى؟ في مارينا. في مارينا. عطل لهم جمصة. طب بلاش نروح بلطيم، طب نصرف كل اللي معانا ونروح اسكندريه. محدش سمع الكلام. يلا يا مجدي، هموت من الجوع. قربنا نوصل. الحمد لله. الناس كلها بتجري واحنا واقفين بناكل طعميه. ما يمضليش شهر لما اكون شهر في الساحل. ايه رايحه فين يا روفي؟ رايحة المصيف. رايحه المصيف ان شاء الله عليك. وانت رايح فين؟ رايحة المصيف. يا حبيبي ايه رايك في السفريه؟ سفرية. انت اخرك جمصه. انت رايحه فين؟ عامله لي فيها الاميره النائمه. وابوك عمال بياكل طعميه. ده احمد ابن خالتي وعديلي. ده محمد اخويا وعديلي. ده اميز ما نعرفش هو مين، بس عديلي ما يعرفش يعدي سنه من غير ما يروح الساحل. اميز عامل فيها امير المؤمنين. بقاله 3 ايام بينصحنا بغض البصر. اما نشوف هيعمل ايه هناك. اما نشوف اميز هيعمل ايه هناك. راح يفتح مارينا من جديد. الحمد لله يا رجاله، وصلنا مارينا 1. البوابه مش جوسي مبدئيا، وبتوع الامن شكلهم كريسبي ومعصلجين. قعدت اقول لهم احنا ملاك. طب العقيد طه، طب العقيد محمد، مفيش اي حاجه جايبه معاهم. ولذلك اضطرينا نبعت نجيب كارنيه من جوه. يعني تحس انك معدي في كمين عيون موسى. مش بتوع الامن بيتعاملوا كانهم ظباط. ظباط ايه ده؟ في ظباط ما بيتعاملوش كده والله. النضاره اتكسرت، دي حاجه مش كويسه. وبعدين ما كنتش متوقع ان في دبان في لبسنا بقى البتاع اللي فيها الورد، فيها ورق الشجر، مش عارف ايه الهبل اللي احنا بنعمله ده. دلوقتي رايحين البسين ونتمنى ان هو انا جالي برد من المروحه تقريبا. صح، هو برد باين من الشنه. والله يا جدعان دي مش ناس مالهاش مصايف. الغلابه مالهمش مصايف. طب استنوا، انا مش عارف يا محمد. يا جدعان مش عارف حاجه. وصلنا البسين عادي، اديله 2 من 10، ما يكملش 2 من 10، 1 من 10. والدبان لسه ماشي ورايا. المايه جت لحد ركبتي بالظبط، يعني بليت نفسي على الفاضي. باختصار احنا عندنا كنت في الترعه تنزل مفيش طول. فبقى انا مش عارف هل الغلابه متفوقين في كل شيء ولا ايه اللي البسين. ايه رايك في الساحل يا مون بيه؟ جميل بس كان محتاج ميزانيه. يعني ميزانيه قد محتاج ميزانيه مشاريع. يعني محتاج نعمل هبره محترمه كده. محتاج نبقى نصابين. او عشان نعرف نصيد ابناء نصابين، يعني حاجه حاجه من الاثنين. انت مش ذنبك ان ابوك ما طلعش نصاب. على فكره ممكن توصل، يعني ممكن توصل من غير نصب. بس هتحتاج لك مثلا بتاع 300 سنه. سهله خالص. سهله. فانت تدعي ربنا بطولة العمر. الحمد لله. طولة العمر وزيادة الرزق. وانت لو بتدعي ربنا اكيد مش هتيجي هنا، يعني فاهم. فالموضوع منتهي. حفلة عمرو دياب بيقول لك يا مون بيه التيكت بيوصل ل 100,000. محمد يا بلاش، بس هقعد قدام الراجل. هتقعد قدام عمرو دياب بنفسه؟ قدام الراجل تطوف حوالين الاستديو. ده الواحد يعني انت فاهم، يروح صف يعني اولاني تحط عليهم 20,000 وتطلع حج. السعي من الساحل للعالمين. حفلة عمرو دياب هتسعى من الساحل للعالمين. ما تسابقش على الصف الاول في الجمعه. مش عارف تسابق على الصف الاول في حفلة عمرو دياب. والله العظيم البلد بقت غريبة يا شباب. البلد بقت غريبة. رايك ايه يا انس؟ رايك ايه في حفلة عمرو دياب؟ حفلة عمرو دياب. عايز تروح؟ انت رايك ايه يا مون بيه في حفلة عمرو دياب؟ بس لا ما تكلمونيش عشان ده جايب سان بلوك مستورد من مكة. اوه ماي جاد. ده بيرش الصن بلوك بيرش. ده مش فارق معاه، ده بايع الدنيا. ده اكيد النصاب اللي فينا ده.
العيال تشوفها جدع. الواد مولود بالسكس باكس دي مش طبيعي، دي اكيد هو مش مطلعها، ده هو مولود كده وكمل بقى حياته كده. انت طبعا جاي بقى ايه نازل بكرشك وعلى الله، بتلاقي نفسك غريب فرداني كده. انت بقى في حاجه انت منظرك مش هنا، يالا انت يالا مش تبعنا يالا كده، شكلك مضايقني مش ماشي مع المكان. الاسعار غريبه، الاسعار غريبه يعني فاهم انت، يعني هو غير مناسب تماما لامثالنا من الغلابه. طبعا انت بتقول تلاقيك يا عم مدكنه يا عم اعتبرني معاك يا عم، في ايه يا عم، انا جاي معاك يا عم، ما تعملش فيا كده. المهم هو الاسعار في اماكن، يعني في اماكن بتوصل فيها ازازه الميه اللي هي الصغيره مثلا، ده في الماركتات مثلا ل 10 جنيه، اللي هو 3 اضعاف ثمنها ونص، 3 اضعاف 4 اضعاف ثمنها ونص. ليه يا جماعه؟ دلوقتي مع ملخص الغلابه للساحل. مبدئيا المناظر جميله والبحر جميل والاماكن حتى بتاعت السكن جميله ونظيفه، ولكن لو انت متجوز ما انصحكش تروح ناحيه الشط او الحفلات اللي على البحر. هتقول لي ليه؟ ده لسبب من 2. اول حاجه عشان ما تحسش ان انت اتسرعت في جوازتك، تاني حاجه عشان انت هيتنكد عليك لما تروح. فانت لو متجوز ما تروحش عند الشط، او انت ما تروحش عند الشط اصلا، يعني سواء متجوز او مش متجوز، عشان ما يعني اريح لنفسيتك. بالنسبه بقى للناس، فالناس هنا غريبه جدا يعني فاهم، مش هم مش بيتكلموا من مناخيرهم، لا هم تحس ان هم مش عايزين يتكلموا اصلا، بيشاوروا يعني فاهم، تبقى ماشي تلاقي عايز يعمل لك كده، فهو اصلا يعني فاهم مش عايز حتى يتكلم ولو من مناخيره. ففي حاجه غريبه، وبتحس بقى عارف يعني، بتعرف بتاع الساحل مش من بتاع الساحل، المالك من المؤجر، بيبان والله يعني بتاع الساحل باين في وسطهم. بالنسبه بقى للاسعار، فالاسعار خزعبليه يعني. احنا يعني بتقول انت بتتكلم في انك هتقضي اسبوع هنا، فده انت ممكن تعمل بالفلوس دي مشروع، او ممكن تروح تجيب بيها الشبكه بتاعتك، ممكن تعمل بيها حاجات كتير، تدفع مقدم عربيه وتبدا تشتغل اوبر، اي حاجه يعني، ممكن تعمل بيها حاجات كتير جدا. فانت بتتكلم لو انت هتاخد مكان مثلا فيه بول وبتاع ومش عارف ايه، فانت بتتكلم انك من 12 ل 15 وانت طالع. ده اللي هو لو هتاخد في حته بعيده بقى وبتاع والكلام ده. هتاخد شاليه عادي، فانت بتتكلم برده من سكه 7 8 وانت طالع. الدنيا غريبه يعني. 7 8 دول انت كنت ممكن تقعد بيهم في اسكندريه 3 سنين. برضه اسعار الحاجات في الماركت بتبقى غاليه نسبيا عن القاهره، فما تعتقدش انك هتيجي هنا تشتري مثلا ازازه المايه من الماركت زي ما بتشتريها من القاهره. ما جبنا سيره المايه، فخليني اقول لك ان المايه العاديه هنا اللي بتكون موجوده في معظم الشاليهات هي سيئه جدا، سيئه بمعنى سيئه يعني ريحتها اقرب ما يكون للصرف الصحي. مش عارف بقى هل دي مايه معالجه من البحر، هل دي عشان مايه خزانات، ما تفهمش، بس هي المايه مقززه جدا بصراحه، المايه العاديه اللي بتبقى في الحنفيات. المصيف كان قاعده ولمه حلوه وخروجه، دلوقتي ما فيش الكلام ده في الساحل. المصيف حفله لعمرو دياب، ولو انت مستغرب اصلا السعر بتاع حفله عمرو دياب، فهو ده المناسب. انت ما شفتش سعر الشاليه يعني انت واحد قاعد في شاليه مثلا اسبوع ولا حاجه دافع له مثلا 200,000، اكيد ايه اللي هيفرق ان عمرو دياب مثلا عامل حفله ب 30,000 ولا حاجه؟ ايه المشكله يا ابني؟ انت اللي فقير عادي الحفله مش غاليه، انت اللي فقير يا بابا. فين ايام الخروجه؟ فين ايام التمشيه؟ يعني يا جدعان الكلام ده انقرض
هل احنا كبرنا للدرجه دي؟ اصل انا لسه يعني عادي، انا لسه ما كبرتش قوي بالشكل ده. المصيف اتغير جدا، الناس بقت يعني الناس كانت بتصحى الصبح تروح البحر، تروح مش عارف ايه الكلام ده كله. الناس هنا بتصحى بعد 12 بالليل، يبدا المصيف يبدا بعد 12. طب احنا بنعمل ايه يعني؟ المفروض بنعمل ايه بعد 12؟ انا ما اعرفش، بس هم الناس هنا في الساحل عارفين. الساحل كقيمه مقابل سعر هو مش مناسب تماما. المايه جميله والاماكن جميله، ولكن في اماكن احلى من كده بكتير واسعارها اقل بكتير. يعني انت لو فكرت في شرم الشيخ مثلا او في دهب او في اي حته هتلاقي ان الاسعار اقل بكتير. وفي النهايه عايز اقول لك تحترس من النصابين اللي موجودين على OLX وغيرها من المواقع اللي بيعرضوا شقق بقى او شاليهات او اي حاجه، وانت بتبعت تدفع لهم المقدم عشان يحجز لك. بتيجي هنا بتلبس الخازوق، فخلوا بالكم وما تحجزوش غير عن طريق حد مضمون او حد انتوا عارفينه او حد قريبكم. غير كده ما تحجزش اي حاجه مع اي حد في اي حته. نسيت اقول لكم، هسيب لكم هنا صوره واحد من النصابين دول وبطاقته عشان لو حد كلمه. ده تقريبا شهير على OLX ومكلم ناس كتير وبتاع، وهحطه لكم دلوقتي. اشوفكم في ملخصات غلابه تانية، سواء لافلام او لاماكن او لاي حاجه. وما تنساش تعمل لنا لايك وشير وفولو وسبسكرايب على اليوتيوب. محدش فيكم بيقرب من ناحيه اليوتيوب اصلا. يلا ما علينا، ما تعملش عادي، مش فارقه معايا خالص. شايف انا شاب ساحلي وقاعد وبتاع السلام عليكم.